السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم غادي نحضروا واحد وصفة ديال العشاء تجي بنينة ولذيذة وتتشبع، وبالحشوة ديالها حشوة لذيذة وبنينة بمكونات بسيطة متوفرة في كل بيت. واحد المذاق اللي زوين غادي يعجب وليداتكم ويعجبكم وغادي تولي معتمدة عندكم في الدار. نبداو على بركة الله. المقادير وطريقة التحضير: عندنا هنا طريف ديال الدجاج يعني متوسط الحجم، قطعته طريفات صغار. عندي هنا ربيطه صغيره ديال الربيع حتى هي قطعتها طريفات صغار، وبصيله وحيده متوسطه الحجم حتى هي قطعتها. هنا الزيتون يعني تقريبا طبيصل صغير حتى هو مقطع. هنا علبه ديال كريمه الطبخ، وعندي هنا علبه ديال شامبينيون الفطر حتى هو قطعته طريفات صغار. هنا عندي زيت الزيتون زيت البلديه، هنا الكركم، الملح، خليط ديال الثوم مجفف والربيع مجفف، وهنا عندي الابزار. غنبداو دابا طريقه التحضير. بسم الله. هنا في مقله سخنتها قبل غادي نضيف تقريبا 2 معالق كبار ديال زيت الزيتون. غادي نضيف ليها الدجاج مقطع، وعادي نبدا نحركو مع ديك الزيت باش يدفى شويه. من بعد غادي نضيف عليه البصل حتى هو، وغادي نبدا نستمر بالتحريك مزيان باش ينسجموا وباش يتشحروا مزيان وياخذوا هذيك يعني يشربوا بعضياتهم هذيك لاصوص ديالهم. من بعد ديك الساعه عاد غادي نبدا نضيف المكونات الاخرين ونستمروا بالتحريك حتى غادي تشحر لينا مزيان هذيك البصله وهذاك الدجاج. هنا من بعد ما تشحروا لنا مزيان تتشوفوا حتى اللون ديالهم تغير، غادي نبدا دابا نحط التوابل. غادي نحط تقريبا راس معلقه ديال البزار، كل واحد على حسب الذوق ديالو في البزار، يعني على حسب الحروره اللي باغيين في الماكله ديالكم. هنا غادي نضيف معلقه صغيره ديال الكركم الخرقوم، ومعلقه صغيره تقريبا ديال الخليط ديال ثوم بودره والربيع حتى هو مجفف، يعني ثوم مجفف وربيع مجفف. هذا تعطي واحد الطعم زوين الماكله حسن، يعني انا بالنسبه لي تيجيني حسن من الثوم. هاد الاكلات هادو يجي حسن من الثوم هذاك، يعني الخضر ما تيعطيش هذيك الحده بزاف مجهده ديال الثوم. وهنا معلقه صغيره ديال الملحه على حسب الذوق، وتنستمر بالتحريك مزيان باش ينسجموا هذوك المكونات كامل مع العطريه. من بعد تنضيف الربيع اللي قطعته قبل، وتنستمر بالتحريك تاني تينسجم هذاك الربيع ويطلق حتى هو المذاق ديالو في هذيك التشحيره اللي عندنا ديال الدجاج وديال البصله، ونستمر في التحريك. وهذا الشيء كامل من الاحسن تكون على نار مهيله باش كل حاجه تاخذ الحق ديالها في الطياب. هانتوما تتشوفوا لاصوص اللي خرجت زوينه، شتي يعني ما محروقاش، وهذيك الزويده حتى هي عاطي واحد لاصوص اللي خفيفه ما مزيداش بزاف. من بعد تنضيف هذاك الزيتون الخضر اللي قطعته طريفات صغار حتى هو، وتنضيف هذيك العلبه الصغيره ديال الفطر شامبينيون اللي قطعته حتى هو طريفات صغار، وتنستمر في التحريك. المهم عندي هنا تنخلط هذيك الصلصه اللي غادي نديرها في الكيش فوق هذاك الدجاج والبصله اللي شحرت. عندي هنا هذيك العلبه ديال كريمه الطبخ تنزيد عليها 2 بيضات متوسطه الحجم، من الاحسن يكونوا بحراره المطبخ باش ينسجموا لينا دغيا، وباش تتحرك يعني دغيا يتحرك، ما عادش تلقاي مشكله الا كانوا باردين تلقاي مشكل، يعني خاصك تستمري في التحريك بزاف. المهم تنضيفهم على هذيك كريمه الطبخ وتنبدا تنخلطهم مزيان تنحصل على واحد الخليط متجانس باش يكون واجد ليا. بيد ما تبرد هذيك الحشوه اللي درنا عادي نضيفوا عليها. وهنا تنضيف تقريبا قليل واحد القبيصه صغيره ديال الملح باش نجانس المذاقات، وتنحركها مزيان تندوب هذاك الملح لداخل. وها هي التخليطه عندنا واجده باش ان شاء الله نديروها في الكيش ديالنا. هنا من بعد ما فردت العجينه فردتها في المول ديال الكيش، تنضيف هذاك الخليط كامل تنديرو تنسرحو كامل في هذاك المول بطريقه متجانسه
باش يجينا هذاك الكيش كامل يعني متزن. كل الى قطعتيه في كل طرف قطعتيه تتلقاي هذاك الحشوه موجوده ويجي مقاد. حتى الا ضفنا عليه هذاك الخليط ديال البيض وديال كريمه الطبخ يعني تيجي زوين وتيجي واقف. تنستمروا انه تنسرحوه مزيان بهذه الطريقه. هنا من بعد ما سرحناه مزيان غادي نضيفوا عليه هذاك الخليط بواحد الطريقه اللي متجانسه وبشويه، يعني كل بلاصه نعطيوها حقها من هذاك الخليط بهذه الطريقه هذه باش الا طاب طيب بواحد الطريقه زوينه وتطلع لينا قد يعني ماشي بلاصه اكثر من بلاصه. من بعد ما كملنا هذاك الخليط وهنا كملنا الكيش ديالنا تنضيفوا المكون الاخير واللي تيكون حتى هو مهم، عنده واحد الدور كبير في هذيك القرمشه اللي تتكون الفوق وهذيك اللون الذهبي اللي تيعطيه هو الفرماج. هنا انا ضفت الفرماج ديال الموتزاريلا. بالنسبه لكم ممكن تضيفوا اي نوع ديال الفرماج اللي متوفر عندكم وعلى حسب الفرماج اللي تتفضلوا انكم ديروه في المأكولات ديالكم. هنا انا درت الموتزاريلا اللي واحد النوعيه زوينه، ونسخنوا الفران وندخلوا الكيس ديالنا يطيب على الحراره اللي مرتفعه. هنا من بعد ما طاب خرجته، انتم تشوفوا تبارك الله اللون الذهبي اللي عاطي الفرماج واحد الريحه اللي زوينه طالعه تبارك الله يعني تتشهي. هنا قطعته تتشوفوا كيفاش يعني القوام ديالو كي داير وهذيك اللون الذهبي ديال الفرماج يعني واحد اللون اللي تيشهي. وهاني هنا طريف غنوريكم تبارك الله الحشوه كي دايره من الداخل كلشي باين. هذاك الزيتون يعني الدجاج يعني طيبه بواحد الطريقه اللي متناسقه وزوينه، وتنتمنى تعجبكم هذه الوصفه وبالصحه والراحه.